بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نحن في رمضان في الأيام الأخير نذكر أو نتكلم قليلا حول الدعاء، أدب الدعاء وكيف ندعو. وغايتنا فلنعلم جميعا غاية العبادات وغاية ما نقوم به أن نصل إلى مرحلة وبعد ذلك يكون لنا وجه نطلب من الله شيئا. نصلي حتى نأتي إلى مرحلة لندعو الله ويستجب دعاءنا، نصوم، نحج، نتصدق، نستغفر، حتى نأتي إلى مرحلة ويكون لنا وجه نطلب من الله عز وجل. سنتكلم حول بعض هذه الآداب بإذن الله تعالى. برايد عزيز إيرو أمينكي بحثا دعاء بكن دعاء براستي يك جوان تشتكو إيرو شعب مدى بتشوك بيه قيمته ويجمرها نماي دعاء شيء يعني حالي حاضر في عصرها ندا ام مسلمان بفراني كتيغو تندعى وكا كتبيجي ما قي فلان كاسي ظلامت كارا تشتكي بك يعني ذاك تشتكي بكيري ناي دعاء بياسي لحكي بقيمة جمب سلماني انا را مع الاسف حالبوكي دعاء انسي لحي ما ظنج انسان رايه دعاء داخوازيه تشتكيش خدايا عز وجل قريدانا بخدايا عز وجل دعاء تشتكي خديه في كائنات دخوازي و خدي كائناتي كسكي نكاربي يعني حاكم مطلق مجرد بيجن اخوي خبرداني اوه دعاء معنوي اوه واف عبادتك ام ذكين صدقه روجي زكاه حج خيرك ام ذكين تاف كو اموارن درجه كيش خدي تشكي بخوازن خديش ما قبولك يعني ريه مروه هبه اوه معنوي لو را تهاري شخص كي تشتكي بخوازي يا تبزوره جبستني يا جي تهاري او نزاكتي بخوش كاي بيج تشتكش مره لازمه تكاري بدي من جهر يا يك جارنا مره چه زاروكي خود تشتب زوره دستينه بدورا قوتها تهدي دستيني قاوا كشت ماستر بات استي خو خارتكي تو دستي خواكنو تكي بلي ازبني وفردا ويدا حتى كدلي نرم به اجا والله خدي ماستر كسكتله ابن كان هرم بيجن خدت مجبوري بدي من ولا مضمن طبعا قاخ بقرن هرم برداري خدي ابن كان تشكي بكم طبعا قام مجرى فايده ناده مجبور باستخاري بفقيري هرم برداري بي امي هنا كي فان ادب واسلوب دعاء بيجن ان شاء الله امي تشواج دعاء خب زربي خب خازن. طبعا من شروط الدعاء الموحد الذي يوحد الله عز وجل. طبعا الذي لا يوحد لا يدعو الله، ولكن الموحد هذا شرط أن يكون موحدا وأن يكون مخلصا في الدعاء، يطلب من الله، لا يطلب من غيره من الفلان ولا فلان ولا فلان، أن يطلب من الله عز وجل. هذا من الشروط الأساسية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو من الشروط الأساسية الإخلاص وكذلك توحيد الله عز وجل. وكذلك أن يسأل الله تعالى باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى. الله عز وجل هكذا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك 99 اسما لله عز وجل، ولكل اسم شيء يقابله في حياتنا: الرحيم، رحمن، غفور، كريم، عزيز، شافي، معافي، القابض، الباسط، وما إلى ذلك. فإذا طلبنا شيئا من الله تعالى أن نذكر هذا الاسم، نقول: يا شافي اشفي مريضي مثلا، يا غفور اغفر لي، يا كريم أكرم علي، يا مفتح الأبواب افتح لي خير الأبواب. هذه من الشروط أن ندعو الله عز وجل بهذه الأسلوب. هذا أولا. نقطة كمين قال إيمان مرباب خديها بك إيمان بخديتنا بتي چه بخوازي يعني يك آفاد دويا مرب إخلاص دل باكيتي دلكي تصاف به دل باقش همش خدي بخوازه وهمش فلان كس بخوازه چنا بقرته ش خدي بتاني بخوازي تشتكي مهم اوجارنا ام نزانن ام بير وات كنياجي ام فير نبونه نعلم نهين نبونه خدي عز وجل ونزانن نوت ونيحب نافي خدي هنا اسماء الحسنى مجرد بجن خدي القرآن دا قوتيه نافي خدای مازن و پیروز هنه بوان نافاش خدای بخوازن بوی نافی جه بخوازه. مثلا امجانا نزانن کتادی نک نافی خدای شافیه شافی یعنی شفای تشینه ام نکار بجن یا شافی تشفای بشینه فهم لاکو خدای تشفای بشینه بشینه ده یا شافی جرا بجن یا غفور اوه کت گناه عفو تکید گناه من عفو بکید یا کریم خواه کرمت اکرام المبکی قنجی المبکی يا ساتر أبيكو فت شارع عيبا تمشي بستريني أبياجي مهمة
بالناوی خودی بوان ناوی هانی هم جیب خوازن یعنی هر دولابه کی کلیتا کوی هه کلیتا رحمت اوا رزق اوا عفو کرنی اوا شفای اوا ستاره يعني هر یکی اوا عزت و اوا ذلیل بونه اوا انتقام قدستینه هر یکی کلیتا وی هه بوان کلیتا مرش خودی بخوازه يا ربي مثلا يا باسط يبسط دوابتك يا ربي داري خيرج مرافكي مفتح الابواب داريج مرافكي يا معز عزتي بديما يا ذليل نياري ما ذليل بكي وان نافي هاني ابياجي تشتكي مهمه كود حياتها مدى هبه بفان كليتا ام دولابي خو فكنش خداي خو بخازن وان تشتي ساكنه وكذلك من شروط الدعاء أن نثني على الله عز وجل الحمد لله والصلاة وهكذا الحمد لله وبعد ذلك الصلاة على رسول الله هكذا من الأفضل ومن الأدب تذهب إلى رجل تطلب منه شيء قبل أن تقول أعطيني المال تسلم عليه كيف حالك إن شاء الله أنت بخير كيف الصحة والأولاد كلهم بخير لي طلب عندك صغير يعني تعطيني ولكن إذا ذهبت مباشرة وذهبت ومسكت برقبتي وقلت أعطيني هذا فيه نوع من سوء المعاملة لذلك من الأفضل أن نحمد الله ونثني عليه وكذلك نصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا قبل يوم أو يومين أتى أحد الصحابة إلى مسجد رسول الله وقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي لماذا بهذا السرعة تطلب أولا احمد ربك وبعد ذلك صل على رسوله وبعده اطلب من الله ما تريد نقطة كادنه دماكو أمش خاده بخازن بيجن الحمد لله أبي هركس زانلو يعني الحمد لله متفد زانن عربية واتنا بيجي ايه كل ما يشتكى زانا بيجي الحمد لله طب عربي نزاني يا خدای مزن يا خدای رحمتای پره کرمای پره ای خدای که عدو عسمانه چکریه جنت و جهنم چکریه ور حاصل وان تشتی هانه بریا که ام دعا بکن خدای بدن مزن کرن پس نه خدای بدن پس مزانه چنه مدح خدای بدن تشتی خوش در حق خدای دا بیجن پیش دیوی صلاته کی سر پیغمبری بین اللهم صل علی محمد صلاته بین سر پیغمبر روکی یک جامعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقت اوی داود یا ربی تبدی من یا ربی تخوازه پیغمبر بیجت اوقع عجلت کی کرو اوقع عجله کری یعنی بیجت الحمدلله پس چکی پس نه خواده بده مدح خواده بده داوی بخوازه تمام گوه کا بده من اوقع عجله کر اوقع عجله نکه یعنی داوی بیجت کونهاتن اولا حمد خواده بکن صلاة سر پیغمبری بینن و داویش ربی خوب خوازن ربی و ابدا حديث أكيد إيش بيجا دعاء و امتدي بنا رويج بيجن گوشند يعني مور کرنا وی پشتك و صلوات سر پیغمبرانی وقت مور لید که بتنانی دم سگن ایمزه ناوج نکی صلوات سر بی پیغمبر جبینن او پیغمبر خدای جمره شاندی رحمت و رهبره في صلاتانی سر جبینن عليه الصلاة والسلام كذلك من الأفضل أن نستقبل القبلة حينما نطلب حس إذا أمكن استقبال القبلة تعظيم لله عز وجل من الأفضل أن نستقبل وكان الرسول يستقبل القبلة في كثير من الأوقات ويدعو الله عز وجل تساجي بري خبزن قبلة دمك أم دعاتك قاسم ممكن به تشتكي غفقات سري درد وكل مصيبتك تشتكي بالي قبلة ده حتى هناك عالم بيجن سي غاف ياك دو سيد نزيكي قبلة جيببن و دست يخبلين كش خدای خوب خازن وانا کی تشت مجربن يعني تاتنا تجربه کرن چه قاسا ایمان مروا بخدای مازن به او قاسا دعا مروا جدي قبول کرن چه قا شبهت ده او قاسا شي ضعيفه خدای ده مروا يعني كذلك من السنه عند الدعاء رفع اليدين هناك حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يا له من رب عظيم العبد يطلب له ويرفع يده وهو يستحي أن يقول لا فهذا فيه توجيه بأن الإنسان يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله عز وجل دست بالانكرن أوجي أدب دعاية دست بالانكرن جانا جماعات تماشات كيف سلمان مدعات كي رعت دست يغدسر شوك أخو يعني وكا بيجا والله بزوري دستين بالانكر از ناخوازم دعايا بكم نا دست يقبلهم كه دست يقبلهم كه دست شوك أخوات كه يعني وكا عادتك جاما تشتكي ناخوازي بزوري تدحف تهرا وكينو بكه شي نابا دست يقبلهم كه زندي حديثك يا پیغمبر دبي عليه الصلاة والسلام
دبي قاوا كو عبد دستي خو بلند بكش خدای بخوازه خدای فدید که کنه دیکی خدای کی مازنه ها ام شخا خرابن خدای کی مازنه دبي عيبتكم عبدم دستي خو دريش که شرمتكم فدیدكم از بجم نادم بخوازه جمن ج خزینه خدای خلاص نابه ده حدیث خدا پیغمبر دبي علیه الصلاة والسلام ج انسان ج باو آدم بگره حتی نویوی کو اداوی چیبه و دنیا خراب به این سوجن تف کن ببن ج خدای بخوازن خدای هر کس داخوازی وان بدوان بقاسه كنت درزي كي لبحريخيش بحري درخي شو قاسا كيم دبه بحري درزي ها لبحريخي نل جلاسا كي اوي نا جلاسا كي دبيج داملك لبحريخه درخه شو قاش خزينه خدای كيم دبه قدش تكي كيم نابه يعني خدای زنگينه رحمه يبره كرمه هي بخازنش خدای اما من زانم بخازن باران تنه تدبیجی دعا بکن تبی والله می چه دعا بکن والله راپور گوتیه باران تنه کرد کائنات دست خدا دای راپور چیه باران ته دعا بکن تمام برا خدا بسکنه والله مزان به چه دعا بکن نخواهش چه بند مرن دکتورا هر دکتورا درمان بکن لی بزن من کلیت مازن دست خدا دای عز وجل في تشتيج إهمال لكن ويكون الدعاء حينما يطلب كذلك برفع اليدين وأن يكون البطن إلى السماء اسألوا الله أو إذا سألتموه فاسألوه ببطون أكفكم هكذا من العادة أولا حينما تطلب تعمل هكذا وحينما تقول لا تقول هكذا اذهب لا أريد لم أرى أحدا يقول لا ولكن هكذا الدفع والطلب هكذا نرفع أيدينا ويكون الكف إلى السماء وهناك روايات وبعض العلماء يقول بعد الدعاء يستحب أن يمسح به وجهه ومن العلماء يقول هو مخير إن مسح لا نعترض وإن لم يمسح لا نعترض عليه تشتكي دنيا جدا خوازي بزكي دستي خوب كفا دستي خوش خده بخوازن اوانكنها جار نابتني واطي مثلا تبج يا ربي تمش جهنمي دور بخيني اللهم يجرني من النار متبجن يا رب من باريزي وقتي مواتكن دور قستنا فيها واكيد يكبود اخواسن تاواكنوتكي عادة مالو تجاكي ربي كا برابدم دستي خواتكي براتي خلكو دستي خوبكي يعني كتاقو هراجت بيود از نادم تها كسكي نابجه وره كتاقو اسبره نادم تتنابجي اسبره نادم تدبي اسبره دستي خوهاتكي پشت دست تدبيجي تمام دستي خوبتكي افانا اشتب ادبك بيغمبر مرة قوتيه عليه الصلاة والسلام وكذلك من ادب الدعاء ومن شرطه اليقين بان الله سيجيب الذي يشك بان الله سيجيب ام لا فلا يدعو احسن له هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة خلاص أنت يقين بأن الله سيجيب كيف يجيب متى يجيب فهو الله عز وجل حر وحكيم يعرف ماذا يفعل ولكن كن على يقين بأنه سيقبل دعائك كيف يقبل كيف يتصرف بأي شكل من الأشكال يجيب فهو أعلم تساجي دعاك دني شرطك دني وقتی ام دعاتك بزن من خدای دعات قبولتك اف پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام تدعا کر بزن با خدای قبولتك ولا زي دعا بكم خدای قبول كير نكر والله نزان چه نابه بزن با خدای قبولتك فقط قبولاوی چوای اتوی نزانی مثال جوانه باش که بسری ما تقول يا ربي 100,000 پر بدم من خدای دعات قبول كر اما دبي 100,000 نادمته از دينك إباتا سريتا بلاك إباتا سريتا 100,000 بريتا بچونا از ويدور تخينم نتيجة عينية يعني نتيجة خودت 100,000 برا بده وبلاكي ورا سريتا 100,000 هره يجي بلا ناي سريتا و100,000 تا جيباتا داب مينه هر خودت دعاتا قبول كر 100,000 بريكا تداما يجي 100,000 تداتا يجي دبي عبد من ادفي دنياي دا نادمته زانم بدمته تنه نورمالي تي هاري بسقليتا كي بستيني بان موتور بسقليتان يار تي هاري تاكسيكا بها بستيني او تي بيجي از بصدو بينجي باجوم ريا تجي اشيست وحفتيه تي تقلبا بيجي عربات بقلبت اوسيتا بشكي فشتا بشكي وتي سرجي خوا بميني يعني بتركي بن يا طلاق بكرمانجي وتبجي مزمنه وكنو سريري سرجي بميني مالا تخرب اظن وعقلتها انا نورماله هم اسبره نادمته للاخرته داش تكون جنه اخو يعني خدي حكيمه بفي شكل هاني ربي عالمي جمروات يعني بيتشتج جمروات بيجا وكذلك أن يكون العبد على يقين سيدعو ويستمر في الدعاء كثير من الناس الرسول هكذا يقول صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول
العبد يدعو ولكن يستعجل، لذلك لا يستجب. كيف يستعجل؟ يقول دعوت فلم يجب لي، خلاص لن أدعو بعد ذلك. أنت ستدعو ولكن لا تدري متى سيفتح الله لك الباب. تصور هناك حبل وأنت تسحب، أنت لا تدري كم متر الحبل، أنت تسحب كم متر وبعد ذلك تفقد أملك وتقول انتهى خلاص أنا لا أستطيع أسحب، لأن النتيجة لا يأتي. ولكن قد يكون هناك مسافة الباقي 50 سنتيم، ربما أنت سحبت 50 متر ولكن باقي 50 سنتيم، فحينما تترك خلاص ينتهي ما قمت به، فاستمر واترك الباقي لله عز وجل. تشتكي دنيجي پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام خده دعاء قبول که لدعاء وان کسی عجلت کن. عجله زانی که دولت به سه روز از دعایت کم خده دعام قبول نکرد، ازیدی دعای ناک روک بلکی صبح خده قبول، روی چهاره خده قبول که، یعنی روی پنجه قبول که. اگه پیغمبر بيجا وصا نكن دعاء بكن دعاء بكن وظيفات دعاء كرنا ايرود كصبت كصالك يدك ودرد تنا تدعاء دوام بك، يعني لدمك تقول والله وحفتك يا دعاتكم ودعاء منات قبول كن هو دعاياتكم ابجي باش لنا حتى عالم بيجن مثال صبري يجي ومثال الدعاء دبي بنا كي تدكشيني بن اشترى قوتنا بي بن بكشنا حتى داويه ويته تجي كشان متركي دو سي بنج بنيت انا قديا خلاص هودك شين وكان خلاص بقى نظام هيدي بلكي شكون نيف متر ما بها نيف متر دي صبر بكي داويه بن ورا الزير بكبه دسته بريته ورن كليته تورا، يعني صبر جي ودعاء كرن جي تيش خاطي بخوازي بلكي خاطيش ترى قوتي ده روجا دعاء بكزي دعاء تقبلكم ما حفت روج كر رويا حشتا رويا نهام ساكني روكي ما بو تي روجا انيش دعاء بك كرب عالمي كينغا قبولتك دياج بزان بقى. وكذلك لابد حينما ندعو أن نجزم، لا تقول اللهم إن شئت، هذا لا يليق بالله عز وجل. اللهم اغفر وارحم، ولا أحد يستطيع أن يجبر الله عز وجل. هكذا اطلب من الله وأنت تجزم في الدعاء، ولا تقول إن شئت بدك ما بدك تحب ما تحب، لا ينفع هذا مع الله عز وجل. دما ودعاء كرجي تساجي نبن خذ اكتب خوازي بدم تنخوازي ندمن افجي خوشنده في خبرت بيجا يا ربي ام تخوازن ام شتات خوازن، يعني خذ والله كنت تكاربي بدي ما باشتكي تندم بيجا ما جاني تساقبه چينابه بج خدای وقتی وخواست برا پیغمبر بيجا اصرار بكن نبيج بدك تخوازي جاني تخوازه بدا من نا بيا راسنا ج خدای خوب تشتكي باش بخوازن تشتكي دنيجي. اولا التعميم كذلك من الأفضل حينما ندعو اللهم اغفر لنا وارحمنا، أفضل من صيغة التخصيص كذلك. هذا شيء جميل أن نرحم وأن نطلب من الله عز وجل. لأن أحد الأشخاص أتى إلى مسجد الرسول وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هكذا ارحم محمد وارحمني ولا ترحم أحدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسع، لماذا تضيق على الرجلين؟ خليه واسع، يعني ليش أنت ومحمد، يعني خليه على الجميع. هكذا اطلب من الله أن يرحم الأمة، يرحم العباد، يرحم العصاة، يهديهم بشكل عام. تشتكي دني روكي صحابي كي تجامعها پیغمبر بيا ربي ترحمه خل محمد كل ممكن كسكينك بس مهر يفتنفكي پیغمبر كانت دفع مبارك او رحمه خديه فرات الطنكر تكسر دحبه رحمه خديه فرا، يعني كما لو دحبه بك يعني فرابك ابياجي وقت ام دعايات كان نبن يا ربي ترحمه خل ممتنه بكيل ديام بكيل باب ابنك لا ديات البافت الجيران المسلمان العباده دي رحمه خديه فرا تشكي رحمه خديه كي ابنابه، يعني پره ما خلاص تبن پره خدای خلاص نابه رحمه منامین رحمه خدای هر دوامه مالا ما تجید به مالا خدای تجید نابه، يعني خدای عز وجل زنگینه بخوازه نبی والله از بخوازم والله ما ظننت كما بخوازم داوی پره خدای نامینه پره نادبن وها نه از بجم یا ربی مسلمان تاب هرن جنت جيج مرا نامینه جي هر کس جنت ده هي جو خدای بخوازه والله 7 مليار او انسان هرن جنت چج مرا بمینه والله جي خوش تراد مینه خدای عز وجل رحمه يبره پیغمبر عليه الصلاة والسلام بفي شكل بيجا دعاء غفرة بكن يعني. وكذلك اطلب من بعضكم أن يدعو، ندعو لبعضنا، هذا شيء مهم جدا. نحن قد عصينا الله بلساننا، ولكن أخونا لو دعا لنا دعاه يكون مستجاب والملائكة يدعون له. إذا قلت يا ربي ارحم صديقي ارحم أخي ارحم جاري
فالملائكة يقول اللهم آمين ولك مثله، الملائكة يدعون له، وهل هناك دعاء أفضل من دعاء الملائكة؟ فلنفهم هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، هكذا الملائكة يدعو لك، فلندعو لبعضنا حتى يدعو لنا الملائكة. تشتكي دنيا جي بيخنبر وهات عليه الصلاة والسلام دبي جبراي خورا دعا بكن براي تيدي، يعني نه براي تيدي وبابي بتاني هر مسلمانكي يا ربي ترحمه خل فلان كسبك، يا ربي شفا خيري بدي، يا ربي عذابي وانا بزوجن، يا ربي حضور وان شيبه، يا ربي بري وانا شيبه بن في دعاء هنبكن. پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام اوه کش برای خورا دعا کی بکن ملائکت کی الجمعی سکناندیه دبی آمین خودت قبول کی و خودت بدا تجی، خودت وقتی بدا تجی ابجی تشتکی خوشه جهورا دعایا بکن، دعاجی تشتکی خوشه اما مع الاسف ام نزان جانا دعایا بکن ابج خب تاني راد بيجن يعني جانا تجارته بخديرها بكن مثلا لا يتنا زوجيه يا ربي لا جيراني بزوجه دعاء كبر ملائكة زي ترى دعاء بكن يا ربي حزور وانتن، يا ربي حزور وان شيكي درد وان شي يا ربي درد وان راكي ملائكة بيجن خديت تيج درد يا راكي هي ملائكة ترى دعايتكن تشكي خوشه ها يعني تش انسان را دعايتكن ملائكة ترى دعايتكن والله تجارتك خوشه ونشد خوازن خدي بدوا دعاء بكن خدي بده هواله ملائكة تيج ورا دعاء بكن خدي بدوا ان شاء الله. واخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أحد الصحابة، هذا فيها شيء من الضحك، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمزح مع الصحابة. يقول يا فلان، قال لأحد الأصحاب ماذا تقول أنت في الصلاة؟ حين أقول أشهد أتشهد أسأل الله عز وجل أولا الشهادة وبعدين أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك، الدندنة يعني الكلام الطويل الذي يعني الجار لا يفهم ولكن هو يعرف بأنه يدعو كثيرا. يقول لا أفهم لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ أحد الصحابة كذلك، أي لا أستطيع أن أطول مثلك ومثل معاذ، هكذا يقول الرسول عفوا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم أنا عندي شيئا أشهد الله أطلب من الجنة وأعوذ بنا من النار، أكثر من هذا أنا لا أدري. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن ونحن كمان نلف حوله، يعني أنت تريد الجنة ونحن كذلك نريد الجنة ندندن حوله بهذا الكلام الجميل، وتلفظ بكلام ندندن حوله أي نقول كما تقول. هذا كذلك من مزح الرسول صلى الله عليه وسلم وجوابه بأسلوب الجميل. روجكي پیغمبر صحابي كدينا دبيت دعاء كيد لمجد تشد بيجي عادتك پیغمبر رول كان بو رول كان وزانه چه بكردي كانيا جانا حنكات كير يعني دار دستي داتنا وسر وانات خص حنكات كر تشتي خوش وانات جو صحابي كرا بكرت انا دعاء كيد لمجد تشد بيجي والله دبي اشهد واد بيجم ويعني شهادتي تينا ودايد مخالتم كي جناتي تم جعل مدور بخيني او تبيت يا رسول خدا خدي ازبكته ومعاذ نكرم فنا زيده بكن دندنه عربيه كبجا من فنا زيده دندنه زمان عربي ده خبردانك تيغوت انت فهمناكي شيء معنوي يعني ساكيت كي في خبر ده ام جمال دوره يبسبسيت كن يعني ام جمال دوره يچنتين يعني يجبك بجا فن ام دوره فنفنت كن ام جبك اويد بج يعني ام زيدات تشتكي قريب نابج ام خدا جنة تخازن ربي عالمي دبان روي مايدا دعاء ما قبول بك خير وسلامتي بدما دار دعاء جمره بك ان شاء الله ودعاءك مش ربي خد خازنجي ربي ما فان دعاء بخير وسلامتي جمع قبول بك وبرسيبه مبدا ان شاء الله حتى حفتاتي امانتي خدي ان شاء الله.